3 2 1 بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم محمد حسن، والنهاردة هنشرح فاميلي كاونت. انت لو شغال في داتا كبيرة جدا ومحتاج تعمل لها اختصارات، فاحنا هتحتاج دالة كاونت جدا. فيلا بينا معانا الشرح او الجدول الصغير البسيط ده. الموظف والقسم والمحافظة والمرتب والتقييم. اول حاجه دالة كاونت بس، ودي بتعد الخلايا اللي فيها ارقام، ولو فيها خلايا فاضيه ما بتتعدش. وكاونت ايه عكس كاونت، ودي بتعد النصوص او الارقام. كاونت اف ودي طبعا مهمه جدا، بتعد الخلايا دي بس بشرط. كاونت اف دي باكتر من شرط. كاونت بلانك دي لو بتعد الخلايا الفاضيه. تعالوا نشوف هنستخدم الحاجه دي ازاي. دالة كاونت اول واحده هنستخدمها، وهي بسيطة جدا. دي هنقول ان هي بتعد الارقام. يعني مثلا اهو قسم المرتب، اهو انتر، عدت كده ان في هنا 10 ارقام. هي مش شايفة كام الف والارقام دي، لا هي شايفة كام رقم. طيب كاونت ايه عكسها، هي بتعد النصوص والارقام. كاونت ايه ونفس الاستخدام، هي الفاليو. مثلا في كام محافظة عندنا اهو، ندوس انتر هي عدت 10. طيب نستخدم بقى كاونت اف، ودي اهم حاجة هي وكاونت افس، وياريت نركز شوية فيها. احنا هنا انا عملت هنا داتا فاليديشن عشان وطبعا كان في فيديو قبل كده ازاي نعمل داتا فاليديشن عشان نختار. طيب هنا قسم المبيعات، هنا القسم المبيعات انا عايز اعرف فيه كام قسم. وده هنا كده انت وحطيت شرط ان انت عايز تعرف كام قسم، فاحنا هنختار كاونت اف. طيب هي عايزة ايه؟ عايزة الرينج، واحنا عايزين ده بنتكلم عن القسم. طيب ده الرينج بتاعنا، وده الكرايتيريا بتاعتنا اللي هي اللي احنا عاملينها هنا في الداتا فاليديشن بتاعتنا، او حتى لو كتبتها بايديك بس لازم تكون نفس الكلمة ونفس الحروف طبعا. طيب عدت ان قسم مبيعات موجود منه 4 اقسام. طيب تعالوا في اللي تحتيها، انا عايز هنا اعمل برضو داتا فاليديشن المحافظات. عايز اعرف محافظة القاهرة مثلا موجودة كام مرة، وده الشرط التاني. كاونت اف، ادي الرينج بتاعنا تمام كده، وادي الكرايتيريا بتاعتنا. انتر، موجود 5 مرات، 1 2 3 4 5. طيب كاونت افس بقى، احنا طبعا لو غيرنا هنا خلاص هتلاقي الرقم اتغير. طيب كاونت افس ازاي بنستخدمها؟ انا هنا في قسم المبيعات في عدد الاقسام دي، انا عايز اعرف قسم المبيعات موجود في الجيزة منه كام قسم. هنعملها ازاي؟ هندوس كاونت اف، وطبعا شرحها ان شاء الله يكون بسيط. بيقول لك انت اول شرط انت عايز تعمله ايه. هو احنا بنتكلم في الاقسام اهو. الداتا فاليديشن اللي احنا عاملينها اللي هي الاقسام اهي، ده الكرايتيريا بتاعتنا. طيب الكرايتيريا رينج التانية اللي هو المحافظات، المحافظة ايا كان. طبعا انت عايز تحط شرطين فين، انا بديكوا بس مثال بسيط. طيب الكرايتيريا التانية اللي احنا عاملينها الداتا فاليديشن اهي. كده احنا خلصنا، نقفل انتر. بتقول لي ان قسم مبيعات في الجيزة موجود منه واحد بس. يعني احنا لو جينا بصينا هنا مثلا الجيزة اهي موجود منه فعلا مبيعات واحد بس. لو حبينا نغير مثلا الاسكندرية برضو موجود منه واحد بس. طب القاهرة موجود منه 2 قسم مبيعات. وهكذا لو غيرنا هنا هنلاقي الأعداد بتتغير. أيا كان احنا عملنا ايه، هتلاقي كل ده شغال معاك دايناميك. وانت كده زي ما احنا شفنا قسم الدعم الفني مش موجود في القاهرة منه أي حاجة. دعم فني موجود في اسكندرية منه مثلا واحد. يا رب أكون عرفت أوصل المعلومة وتكون استفدتوا. تابعوني.